تبعيات قرار البنك المركزي الخميس الماضي. تعالوا في الحلقة دي نقول لكم كل اللي تم النهاردة في البنوك، في البنك الأهلي وفي بنك مصر، ما بين تخفيض الفايدة على شهادتين وتخفيض الفائدة وتعديل الشرايح على حسابين، وأيضا تعديل الفائدة على حساب حصالة المميز جدا. ونقول لكم هل بعد التعديل ده مازال كويس ولا في حسابات هتتفوق عليه الفترة الجاية. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه بنستاذن حضراتكم طبعا لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. وطبعا كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. وطبعا كلنا تابعنا وشفنا قرار البنك المركزي الخميس الماضي لما خفض معدلات الفايدة 1%. فطبعا قلنا ان ده هيبقى ليه تأثير على اغلب البنوك الفترة الجاية. كل لجنة اصول وخصوم، كل لجنة إلكو في كل بنك هتجتمع وتشوف هتقرر ايه بقى في الشهادات والحسابات وغيره اللي عندها. فخلونا نبدأ باللي تم النهاردة وناخد الاول الاقل، البنك اللي حصل فيه تغيير قليل النهاردة وهو البنك الاهلي. كل اللي تم النهاردة في البنك الاهلي نفس اللي احنا قلناه يوم السبت، ان هو خفض الفايدة على الشهادة المتغيرة اللي عنده، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، بدل 20.4% بقت 19.4%، وبتديك العائد كل شهر بحد ادنى 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه. بخصوص بقى حساب الاهلي الجاري وحساب التوفير والشهادات الثابتة، كل ده لسه ما تمش فيه اي حاجة في البنك الاهلي. والشهادات الثابتة في اغلب البنوك لسه ما حصلش فيها قرار، زي ما قلنا امبارح ان البنوك هتاخد يومين 3 كده لحد ما تقرر ايه اللي هيتم فيها ولجنة الاصول والخصوم تجتمع. طيب نخش على بنك مصر. اللي تم في بنك مصر النهاردة 3 حاجات. اول حاجة نفس الكلام برضو، خفض الفايدة على الشهادة المتغيرة اللي عنده، شهادة يوماتي، بدل 20% بقت 19%، اللي بتدي عائد كل يوم وبحد ادنى 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه. النقطة التانية ان هو ايضا خفض الفايدة على حساب سوبر كاش جاري، لكن الجديد كمان على الحساب ده ان هو زود الشرايح اللي عليه، قسم الشرايح تقسيمة كويسة. طبعا حساب سوبر كاش توفير بنك مصر ما خفضش الفايدة عليه النهاردة، ودايما هو بيعمل الحركة دي ان هو ممشي الحساب الجاري مع قرار البنك المركزي على طول، لكن التوفير بياخد وقت شوية وبيبقى القرار فيه مع لجنة الاصول والخصوم. فخلونا نقول اللي تم في سوبر كاش جاري. طبعا سوبر كاش جاري ده في بنك مصر الحد الادنى لفتحه 100,000 جنيه، واحتساب الفايدة عليه هو 100,000 جنيه، وده حساب يومي بيحسب الفايدة يومي وبتصرف يومي. وهنا مش لازم تحط فلوسك يوم واحد او قبل يوم واحد، لا، من اي يوم هتحط فلوسك هيحسب لك فايدة. فطبعا من افضل انواع الحسابات ان انت تتعامل باليوم. طيب بالنسبة بقى للشرايح، هو كده كده بنك مصر خفض الفايدة، نقول لك الفايدة دلوقتي، لكن الشرايح كانت بتبدأ من 100، الأقل من 500 كانت 7.75% لحد أعلى شريحة كانت 30 مليون وأكتر من 30 مليون 14.5%. دي كده الفايدة القديمة والشرايح القديمة. بص بقى اللي عمله بنك مصر في الحساب دلوقتي، خلى أول شريحة من 100,000 الأقل من 500,000 7%، كانت 7.75%. تاني شريحة بقت من 500,000 الأقل من مليون 8.75%، كانت لحد 2 مليون. تالت شريحة بقت من مليون إلى أقل من 2 مليون 9.5%، والشريحة اللي بعدها من 2 مليون إلى أقل من 3 مليون 11%. وزود الشرايح زي ما حضرتك شايف ووصلها من 250 مليون وأكتر من 250 مليون 17%. الحاجة التالتة اللي تمت في بنك مصر النهاردة إن هو أيضا خفض الفايدة على حساب المعاشات. الحساب ده في بنك مصر اسمه الحساب الجاري لأصحاب المعاشات. الحد الأدنى لفتح الحساب ده أي مبلغ مع حضرتك تقدر تفتح بيه الحساب، لكن عشان يتحسب لك فايدة على الحساب ده ما يقلش عن 1000 جنيه. الفايدة على الحساب ده كانت 14.75%، اتخفض ال1% بتوع البنك المركزي، فأصبح العائد عليه حاليا 13.75%، ودورية صرف العائد على الحساب ده شهري. طيب ده كده اللي تم في البنك الاهلي وفي بنك مصر النهارده،
وبنأكد تاني ان لسه ما حصلش تغيير، ولسه لجنة الاصول والخصوم ما اجتمعتش في البنكين وفي اي بنك عشان تقرر اللي هيتم في الشهادات الثابته. طيب بالنسبة لتالت حاجة معانا في حلقتنا وهو حساب حصالة، الحساب المميز جدا من بنك التنمية الصناعية، حصل تغيير عليه النهاردة وتعديل على الفايدة. خلونا نقول كل تفاصيل الحساب واحنا ماشيين واحدة واحدة كده. الحساب ده الحد الأدنى لفتحه 5000 جنيه، وأيضا الحد الأدنى لاحتساب العائد عليه هو 5000 جنيه، ولو قل عن 5000 جنيه مش هيحسب لحضرتك فايدة. والحساب ده بيحسب الفايدة يومي وبتصرف يومي، حساب يومي من أوله لآخره. نفس الكلام في حساب سوبر كاش جاري، مش لازم تحط فلوسك يوم واحد أو قبل يوم واحد. طيب الحساب ده الفايدة عليه كانت 16%، اتخفض ال1% بتوع البنك المركزي أيضا، فأصبح العائد حاليا على حساب حصالة 15%. ومن أهم ما يميز الحساب ده في بنك التنمية الصناعية إن هو غير مقسم لشرايح، مش بيقولك من 5 ل100 ومن 100 لمليون والكلام ده كله، لا، من أول 5000 جنيه وأي مبلغ لحضرتك بعد كده هتاخد أعلى فايدة على الحساب ده 15%. طيب في نقطة تانية على الحساب ده، وهو ان الحساب ده بيندرج تحت الشمول المالي، بمعنى ان انت لما بتروح تفتحه البنك بيحطك تحت عملاء الشمول المالي، ودي ليها ميزة وليها عيب. مميزاتها ان هو بيعفيك تقريبا من اغلب المصاريف، تقريبا 99% من المصاريف بيعفيك منها، فدي ميزة. العيب اللي في عملاء الشمول المالي ان بيبقى التحويلات والسحب والايداع والكلام ده كله ليه ليميت شوية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العملاء العاديين او حد السحب مثلا بتاع البنك المركزي لاي حد 250 الف جنيه في اليوم، هنا بيقول لك 90 الف جنيه. برضو عملاء الشمول المالي الحد الاقصى للتحويلات والسحب والكلام ده كله في الشهر 300 الف جنيه. طب انا يا عم مش عاوز الحدود ديت، ومش عاوز ابقى متحجم وعاوز اسحب 250 الف جنيه في اليوم والكلام ده كله، وانت بتفتح الحساب هتبلغ البنك ان انت مش عاوزه يبقى تحت مظلة الشمول المالي، هيخليك من العملاء العاديين، وهيفرض عليك بقى العملات والتعريفات المصرفية بتاعة بنك التنمية الصناعية على الحساب ده، فانت اللي بتختار براحتك خالص. طيب بعد التعديل والتخفيض اللي حصل على حساب حصالة ده، هل هو كويس ولا في حساب هيتفوق عليه؟ خلينا اقول لك ان حساب حصالة هيفضل برضه كويس رغم التخفيضات اللي بتحصل عليه، لانه حساب بحد ادنى قليل، وكمان حساب يومي، وكمان غير مقسم لشرايح، والفايدة عليه 15% دلوقتي، لكن لو هتقارنها مثلا ب 8% و10% و11% الحسابات التانية، وممكن تلاقيها بحد اعلى من كده كمان، فلا هيتفوق مقارنة بالحسابات التانية. لكن نقطة مهمة جدا، الحساب اللي اتطرح مؤخرا بتاع بنك المشرق اللي هو اعلى فائدة بفايدة 19%، ده حساب مميز جدا وتفاصيله مميزة جدا، لكن لسه الحساب ده ما شفناش او البنك ما قالش ايه اللي هيتم عليه بعد قرار المركزي. هل هيخفضوا 1%، هيخفضوا اكتر، هيخفضوا اقل، مش هيخفضوا خالص؟ ده برضو اللي هنتابعه مع حضراتكم الفترة الجاية ونشوف ايه اللي هيتم فيه. لكن حتى لو خفضوا 1% وبقى 18% ولا 18.5%، فمقارنة ب 15% فلا يعتبر هيتفوق على حساب حصالة شوية في الفايدة. وطبعا للناس اللي عاوزة تعرف حساب اعلى فائدة في بنك المشرق، لانه تفاصيله مهمة جدا ولازم تعرفها كلها، هسيب لك الحلقة ديت في الوصف وفي التعليقات فيها كل التفاصيل بتاع حساب اعلى فائدة من بنك المشرق. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه لا تعجب حضراتكم واستفدتوا منها ولو استفادة بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.